واحد من الفيديوهات التي نشرها التلفزيون الجزائري هنا مثلا يتضمن مؤثرات صوتية، ويظهر فيديو ملتقط بالدرون موكبا طويلا من عشرات الشاحنات، معظمها باللون البرتقالي وأخرى بيضاء، أثناء السير على طريق إسفلتي طويل. كما أن الفيديو ملتقط من أكثر من زاوية، وقد استخدم محرر الفيديو بعض أدوات التحرير مثل تسريع الفيديو وتصحيح الألوان. هناك تقارير للمراسلين بذات التصوير بالدرون، وفيها يسمع الصوت الأصلي للشاحنات حول حملة الحصاد بولايتي إدرار وتيميمون. الولايتان استفادتا من دعم الولايات الأخرى بشاحنات النقل والحاصدات بسبب وفرة المحاصيل التي تفوق قدرتها على النقل. مقدمة برنامج أصداء النت حنان التسوري على قناة ميدي وان المغربية قالت إن الفيديو الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي. شاهدنا خطا طويلا من الشاحنات، وشاهد العالم كذلك هذا الخط الطويل من الشاحنات، لكن هذا الفيديو كله بالذكاء الاصطناعي، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع على الأرض. هو تحايل واضح وتضليل إعلامي كبير ومهزلة بل فضيحة جديدة للنظام الجزائري. هكذا تنوعت وتباينت تعليقات النشطاء على هذا الموضوع عبر مختلف منصات التواصل. البرنامج ولكي يعزز تلك الفكرة استضاف أيضا شوقي بن زهرة، يعرف عن نفسه بأنه ناشط سياسي جزائري من باريس، وهو معروف بآرائه المعارضة للنظام الجزائري. ورأى أيضا أن الفيديو مفبرك دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل حول ذلك الفيديو الذي تم عرضه على التلفزيون الجزائري، لكن هذا ما قاله. النظام الجزائري منذ السنوات الأخيرة خلق عالم موازي عبر التلفزيون العمومية وفي نشرة الثامنة كما يتم تداوله في الأوساط الشعبية، أنه كل شيء متوفر، أنه المواد الأساسية متوفرة في نشرة الثامنة، أنه الجزائر قوة ضاربة، أنه الجيش الجزائري أقوى جيش في المنطقة، أنه الجزائر في 2023 حسبهم كانت دخلت منظمة البريكس تقريبا، ولكن الحقيقة أنه كل شيء ينافي ما هو موجود في هذا التلفزيون العمومي. الشريط الذي يعني العام أي شخص يعني طفل صغير ممكن أن يلاحظ بأنه ليس حقيقي. نحن اليوم في ولاية النعال للوقوف على حسن سير هذه العملية، حيث سخر الديوان الجزائري المهني للحبوب كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية، تمثلت في ما يفوق 160 شاحنة لنقل الحبوب، بالإضافة إلى مختلف العدد للنقل وتجميع المحصول. مشاهدين، نحن في ترندينج سألنا قناة ميدي وان عن الدليل الذي استنتجوا من خلاله أن فيديو التلفزيون العمومي الجزائري معمول بالذكاء الاصطناعي، لكن لم يصلنا أي رد حتى الآن. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت.